شوفوا لي هالمنظر اللي بياخد العقل. الشكل ذهب والريحه ذهب والطعم اكيد حيكون ذهب. وتحياتي لاحلى متابعين بالعالم، كل عام وانتم بالف خير، رمضان كريم عليكم على الامه الاسلاميه جميعا يا رب، ان شاء الله تضلوا بخير. اليوم اكلتنا سوريه بامتياز وشاميه بين قوسين، لازم الشوام بشكل عام اول يوم رمضان يعملوها، يعني بيبيضوها، تمام؟ اكيد حزرتوا شو هي الكوسه بلبن، فخليكم معي لنعمل اطيب اكله كوسه بلبن على فطور اليوم. على السريع بنجيب الكوسايات تبعنا، عندنا كيلو كوسه بننضفه، نشيل الراس والسفل اهم شيء. هي الاكله رمضانيه بامتياز يعني، وانا من الناس كثير بتحبها بصراحه يعني. شو طابخين انتم اليوم؟ احكوا لنا لنشوف، اكتبوا لي بالتعليقات. ديروا بالكم تكسروا الكوسايات، ها ديروا بالكم. بتعرفوا انه اول يوم برمضان بالشام يعني الكوسه واللبن هن من المفقودات حرفيا، بدك تكون محضرهم قبل بيوم، اجباري لازم يتحضروا قبل بيوم لحتى تأمن عليهم للطبخه، لانه اذا ما حضرتوهم قبل بيوم مستحيل تلاقوا اول يوم بالشام بالذات كوسه او لبن. طبعا هذا اللب ما بتكبوه، هذا اللب هذا بنخليه مشان نسكر فيه الكوسايه بعد ما نحشيها باللحمه. الكوسايه لازم تضل سميكه شوي، بالكوسه بلبن بالذات يعني لازم تكون سميكه شوي. هلا صار لازم نظبط اطيب حشوه للكوسه بلبن تبعنا، عندنا هون تقريبا 350 جرام لحمه مفرومه ناعمه. بنشغل النار، يعني هلا بعد ما تستوي تقريبا 3/4 السوا بنزل عليها البصله والبهارات. هلا صار لازم ننزل البصله وننزل البهارات تبعنا. هون بصله كامله طبعا عنا، ملح يعني معلقه صغيره تقريبا، وفلفل اسود معلقه صغيره تقريبا. البهارات على كيفكم يعني، شو ما بدكم تحطوا بهارات. هلا بنطفي الغاز، اللحمه صارت جاهزه، الروايح بتطير العقل. طبعا في ناس بتحط لها لوز او صنوبر مع اللحمه، بس انا بصراحه ما بحب، يعني بحب هيك نعمل لحمه فقط ما نحط لها اضافات يعني. هلا بنروح لنحشي الكوسيات، خليكم معي. كوسياتنا صاروا جاهزين والحشوه صارت جاهزه وبردت تمام. هلا خلينا نبلش حشي. طبعا بتعبوا الكوسايه منيحه سخون، معلش اليوم اول يوم رمضان لازم ندلل حالنا. يا سلام، والله يعني هذا الطبخ بيجوع جدا. الله يعين امهاتنا ونسواننا كيف بيطبخوا بهيك اجواء وبهيك ايام، لانه حرفيا هذا الطبخ بيجوع بزياده يعني. هلا بنسكرها، هي اللب اللي كان مع الكوسايه مشان ما تطلع الحشوه لبرا. شايفين ما احلاها؟ نصفها. اهم شيء يا جماعه تكون الحشوه بردت بعد ما نقليها. كوساياتنا صاروا جاهزين بعد ما حشيناهم والزيت حمي عنا. هلا صار لازم نقليهم بالزيت. طبعا في ناس بتقليهم بالزيت وفي ناس بتحطهم بالفرن، يعني الخيار بيرجع لكم يعني. انا من ناحيتي بحب اعملهم بالزيت يعني بصراحه بالبيت، هيك متعودين يعني. طبعا بتضلوا عم تحركوه منيح، ما تتركون وتروحوا تناموا. بعرفكم نعسانين من الصيام بس معلش بينكم الله. طبعا كل مين بيقليهم لدرجه اللي بده اياها، نحن بنحبهم مقليين منيح يعني منهنهين يكونوا حرفيا يعني. في ناس تقليهم نص قليه، وفي ناس ربع قليه، وفي ناس حسب يعني، بس نحن بصراحه هيك بنحبهم، انا هيك بحبهم يعني. هلا هيك تقريبا خلصنا، بدنا نخلص وننتقل على اهم نقطه واللي هي اللبن. وهي الكوساية الأخيرة تروح عند رفقاتها تتسطح. صار وقت اللبن، هلا الحقوني. هلا بنجيب كيلو ونص لبن. طبعا كل ما كان اللبن دسم كل ما كان احسن، بس على حسب الموجود عندكم بالمنطقة بالبلد بدكم تشتغلوا.
هلا بنحط للكيلو ونص لبن 3 معالق نشا. تمام. النشا كتير ضروري ومهم يا جماعة. معلقة، معلقتين، وهي الثالثة. تمام. من ملح، يعني تقريبا نص معلقة كبيرة ملح. ماشي. واخر شي كريمة الطبخ. انا كتير بحب احط فيها كريمة الطبخ لانه بتعطيها دسامة. شايفين؟ بيعطيها دسامة وبتطلع كتير طيبة. هلا في ناس بتحط بيض، يعني في ناس بتحط بيضة. تمام. انا يعني بحب احط كريمة الطبخ اكثر بصراحة. هلا بنحركهم اول شي على البارد. هي اهم نقطة، نحركهم اول شي على البارد لحتى نتأكد انه داب النشا وامتزجت المكونات كلياتها مع بعضها. بس نحركهم على البارد على المضبوط، نشغل النار تحتهم. هي اهم نقطة يا جماعة. هلا هيك تمام. هلا بنشغل النار. طبعا ما تكون النار كتير قوية، انتبهوا. تمام. وهلا بتضلوا هيك عم تحركوا لحتى تعضل ايدكم او تبطلوا تحسوا فيها او تتخدر. يعني شي 10 دقايق تقريبا لحتى يغلي اللون. بس ما بصير توقفوا نهائيا تحريك لانه فورا بيفرط. انتبهوا لهالنقطة كتير يعني. لحتى تشوفوه بلش يغلي يطلع فقاعات وقتها بتوقفوا التحريك. وهي اللبنات تبعنا صاروا جاهزين ما شاء الله. بيطيروا العقل حرفيا. القوام بجنن، الروايح حدث ولا حرج. ايوه شوف ما احلاهم. هلا بنطفي النار تحتهم بعد ما غلوا هيك مزبوط. شايفين ما احلى القوام ما شاء الله. وبنجيب الكوسايات والظراف تبعنا ونبلش نسقط فيهم مباشرة. هلا في ناس ما بتقلي الكوسة انه قلية كاملة، بتخليهم هون كمان تحطهم مع اللبن 10 دقايق يغلي معهم. وهي طبختنا صارت جاهزة. يا سلام، الروايح والمنظر شي فاخر على الآخر. هلا صار وقت نسكب. اتركهم بس هيك شي 5 دقايق لحتى يشربوا من اللبن مزبوط. وهي استوى الذهب، صار كله تمام. يا سلام، شوفوا لي هالمنظر وهالشكل اللي بياخذ العقل. يعني بصراحة كيف نستنى لسه ساعتين للإفطار أنا ماني عرفان، بس لازم نستنى وما فينا ندوق للأسف هالمرة. الروايح ذهب، الشكل مثل ما تكون شايفين بيطير العقل، والطعم أكيد ذهب إذا الله راد. نشوفكم فيديوهات جديدة، ما تنسونا من لايك والفولو وتفعيل زر الجرس، وإن شاء الله ضلوا بخير جميعا. سلام.